السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة. وأخيرا تم العثور على الطفل أكرم وخديجة بمدينة مراكش. إليكم التفاصيل. اليوم في هذا الصباح هذا تداول الخبر، وأيضا الصحافة اللي كانوا متبعين هذا الخبر هذا اللي كانوا كيصوروا في المنزل ديال أكرم مع الأم ديالو والأب ديالو والأهل ديالو كاملين. اليوم صرحوا كيقولوا باللي الحمد لله راه يعني تلقى أكرم وخديجة بمدينة مراكش، وبلغ بهم واحد السيد اللي شاف الطفل وخديجة كطلب به كتبيع مواد تنظيف يعني كلينيكس بمدينة مراكش، وكيشوفوا باللي الطفل كيشبه يعني الطفل اللي كيقلبوا عليه المغاربة كاملين، ولهذا اضطر انه يبلغ بها البوليس، وتمايا جاو باش انهم يديوها باش انهم يديروا معها لازم، لانه فعلا خديجه حرقت قلوب المغاربه، ماشي غير قلب الام ديالو وانما قلوب المغاربه كاملين كيتسناو امتى يرجع هذا الولد هذا. واش الولد مازال حي، واش الولد يعني مات، واش الام ديالو كتقول بغيت غير نسمع اخبار عليه. الا كان حي راه هذيك هي الفرحه ديال الدنيا كامله، ولا كان ميت نعرف غير ولدي فين يعني فين مشى. والحمد لله الخبر اليوم هو انه تم القاء القبض على خديجه بمدينه مراكش، كانت كتطلب به، ولقاوها انها متخفيه، يعني دارت واحد الدم على وجهها باش انه زعما ما تعرفش. والغريب في الامر ان فينا هي 24 مليون وكثر كاع من 24 مليون فين مشات، يعني لدرجه انه خديجه خلاها انها تطلب داك الولد. واش مع شي عصابه، واش عصابه دات لها الفلوس وخلاتها يعني بلا ريال بلا جوج، واش خايف؟ مهم شي تساؤلات بزاف. اليوم ان شاء الله غادي يتوضح كل شيء، واكيد السلطات هما غادي يديروا معها اللازم، وغادي تعاقب عقاب شديد، عقاب شديد اللي المغاربه كاملين كيطلبوا باش انه يتعاقب، لانه فعلا حرقات قلوب المغاربه كاملين. لان اكرم ماشي غير ابن ميلودا و يعني الاب ديالو، بل ابن المغاربه كاملين. الحمد لله فاش انه سمعنا هذا الخبر هذا، قسما بالله الا شي حاجه في قلبنا. يعني ماشي غير انا اللي كنقول، انا كنشوف تعاليق بزاف ديال لي فيديوهات اللي تحطوا اليوم باللي الغمه تزالت من قلوبهم، لانه فعلا وليد عنده عامين ونص. يعني الولد عامين ونص مازال كينعس حدا ماماه، مازال كيرضع حليب. يعني شنو نقول لكم، الحمد لله على هاد الفرحه هذه اللي فرحنا هاد النهار هذا، وحسن عوانها هي لانه فعلا دابا عاد غيتعرف علاش خطفاتو، علاش وعلاش وعلاش وعلاش. انا كنقول احسن عوان مساكن والديها، لانه اي حاجه كيديروها الابناء الوالدين هما اللي كياكلوا الدق، اللي غادي يحزنوا عليها، لانها فعلا غادي تعاقب عقاب شديد في السجن.